ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنتعلم ازاي نسيح الزبده الفلاحي. بنجيب الزبده ونحطها في الحله على نار هاديه ونسيبها ونحط عليها شويه ملح، وهتفك شويه وتعمل زي ما انتم شايفين كده. شويه بشويه هتلاقي السمنه كلها بقت سايحه، ونفضل معاها شويه برضو على نار هاديه ونفضل نقلب فيها، وهصورلك كل شويه ايه اللي حصل لها. وبعد شويه سيبناها شويه لعند ما عملت كده. عادي برضو هنكمل نقلبها بس تقلبتين 3 كده عشان مفيش حاجه تلزق في الارض، مع ان اصلا النار هاديه ولسه في شويه همت ما تفكوش. هتفك بقى وتبقى كلها زي دي كده. نرجع تاني ونشوفها. على فكره ده مقدار 2 كيلو زبده فلاحي جمسي. هنشوف في النهايه هتطلع لنا قد ايه سمنه وقد ايه مرته. ومع الوقت بنلاقيها بتغلي كده ونقلب برضو. وعلشان تبقى سهله معاكم ما تاخدش منكم وقت ولا تتعبكم، حاولوا تسيحوها وانتوا بتعملوا حاجه في المطبخ، وانتوا بتغسلوا مواعين، وانتوا بتطبخهم، عشان دايما تكونوا متابعينها. هي في الشكل ده دلوقتي كده بتغلي. حاولت تقريبا كده فصلت، يعني فصلت المرتة عن السمنه، وتبخر منها اللبن الزياده اللي كان فيها. وكمان شويه هتتفصل السمنه خالص عن المرتة، وهوضح لكم الحاجات دي كلها هنا. عايزه اقول لكم كمان ان سعر السمنه غالي جدا مقارنه بسعر الزبده. الزبدة عندنا في الفلاحين تقريبا من 150 160 170، وممكن توصل 180 على حسب المكان اللي بتتباع فيه. بس هي غالبا بتبقى هنا كده في فصل الشتاء، وخصوصا في شهر طوبة بتبقى احسن حاجة. لما المواشي بتاكل برسيم بتطلع سمنة حلوة قوي وريحتها جميلة. مش عايزة اقول لكم ريحة البيت دلوقتي جميلة، ريحة قلب الدنيا. وكده بدأت السمنة تظهر خالص اهي، والمرطة تيجي على جنب او تترسب لتحت. كل ده بقى هتفضل كمان شوية تغلي، وبعدين نطلع منها المرطة والسمنة. هي ده شكلها كده بعد ما فصلت وقربت خلاص ان هي يطلع منها المرطة ويطلع منها السمنة. طبعا ايدينا فيها في الفترة دي عشان ما تلسعش، وعشان تطلع من غير ما تتحرق. لو لا قدر الله اتحرقت السمنه كده باظت، هيبقى طعمها مش حلو جدا، هيبان فيها الاكل، هتبان ريحه الحرق ده في الاكل، ومش هتطلع الاكل حلو خالص. فعلى قد ما تقدروا خدوا بالكم منها، وعلى طول ايديكم فيها. نسيب السمنه بقى ونحاول نجهز برطمانات. دلوقتي اصلا المفروض نكون مجهزينها من بدري، برطمانات زي برطمانات ازاز زي كده عشان نحط فيها السمنه. المفروض تكون مغسوله ومتنشفه محطوطه في الشمس، لما نشفت خالص اتعقمت تماما. ودلوقتي هنوزنهم نشوفهم قد ايه، عشان خاطر لما نيجي نحط فيهم السمنه نشوف السمنه طلعت الزبده طلعت قد ايه سمنه. نفتح بقى الميزان ونصفر البرطمانات دي عشان نشوف مقدار السمنه قد ايه بالظبط. كده الميزان جاهز ان احنا نحط فيه السمنه على طول، نوزنها ونشوف هي قد ايه. وكده السمنه كمان جاهزه ان هي تطلع خلاص. السمنه طلعت بالفعل هي والمرته. هنستنى بقى شويه نقلبها تقليبه كده، ونحاول ننزل كل اللي في الاركان ده عشان كل ده ينزل مع المرته والسمنه تطلع لوحدها. هنسيب بقى الحله دي كده، نطفي عليها النار ونسيبها لعند ما تهدى خالص والمرته كلها تترسب لتحت، وبعد كده نطلع منها السمنه. دقايق بس اللي سيبنا فيها السمنه، هي لسه حتى بتفقفق اهي. طالما هنوديها هنفضيها في برطمانات ازاز فعادي نفضيها وهي سخنه عادي، لكن لو هنفضيها في برطمانات بلاستيك لازم تبرد تماما. دلوقتي السمنه جاهزه خلاص، هنفضيها في البرطمانات الازاز. فيلا مع بعض كده نشوف وهي بتتفضى. بسم الله. نجيب البرطمان التاني.
لسه في شويه اهو، لسه في شويه كتير اهو. هنشوف كمان برطمان ونرجع نفضيهم تاني. كده زي ما انتم شايفين مطلعه 1 كيلو جرام بالظبط. البرطمانين دول 1 كيلو جرام، وكمان باقي معانا سمن ومرته. هنوزن برضو السمنه ونوزن المرته ونشوف خرجت قد ايه السمنه الباقيه. وده برطمان تاني اصلا كان فيه سمنه انا بستخدمها، انا بستغناش عن السمنه البلدي خالص. باقي فيه شويه، فبدل ما اجيب برطمان تاني جديد قلت اكفي الباقي الشويه الباقيين دول، احطهم في البرطمان ده. وانا صفرته دلوقتي، يعني مش باين دلوقتي وزنه قد ايه، وهنشوف كميه السمن اللي خرجت قد ايه. نفضي بقى بقيه السمن في البرطمان ده نشوف هي قد ايه بالظبط. السمن اللي جت بعد كده 350 جرام سمن، يعني ال2 كيلو زبده طلعوا كيلو 350 جرام، ودي في حد ذاتها حاجه جميله جدا ما بتطلعش اصلا في اي زبده تانية. وكميه الملوحه قد ايه لسه هنوزنها برضو ونشوف هي قد ايه. ودي المرته اللي خرجت من ال2 كيلو زبده، طعمها جميل جدا تحفه. احنا اصلا بنستنى نسيح الزبده علشان خاطر ناخد المرته بتاعتها دي. بالظبط جابت 200 جرام، 200 جرام بالظبط اهي، المعلقه هي اللي كانت وزنه 200 جرام، وكيلو 350 جرام من السمن. ما شاء الله جميله. نفذوا اللي انا قلته ده بالظبط، مش هيحصل حاجه للزبده. ناس كتير بتخاف قوي تسيح الزبده، مش هيحصل لها اي حاجه. ما شاء الله بسرعه، هي ما اخدتش وقت خالص، اقل من ساعه والله. مش عايزه اقول لكم نص ساعه كمان عشان مش هكون بافور شويه، بس والله ما اخدت وقت خالص. وخرجت لنا سمن قد ايه؟ كيلو 350 جرام من 2 كيلو زبده و200 جرام مرته. بس موضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه، وجميل، وبتعملي كل حاجه بنفسك، ومضمونه 100%. بس مع السلامه.